ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بما اننا خلاص قربنا على دخول رمضان، هنعمل مع بعض النهارده عيش البكاكين، العيش اللي هو ما نستغناش عنه في السحور. حلو قوي وطعمه يجنن. عايزه اقول لكم ما شاء الله ب3 كوبايات تقريبا دقيق عملنا الكميه اللي قدامكم دي من العيش. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه لبن دافيه، عندي معلقه خل كبيره، هبدا اضيف معلقه الخل على اللبن. انا عايزه اللبن بتاعي يبقى لبن رايب شويه، فهبدأ بقى اسيبها تقريبا حوالي دقيقتين 3 كده. عندي الدقيق بتاعي مجهزاه حوالي 3 كوبايات ونص دقيق. عندي معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر كبيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونبدأ بقى نضيف الملح بتاعي. هنقلب بقى المواد الجافة دي مع بعض كويس لحد ما اللبن بتاعي كده يبدأ يروب. انا عندي ربع كوباية سمنة على زيت، بدأت اضيفها. عندي بقى كوباية اللبن، بصوا اللبن خلاص بدأ يروب معايا. هبدأ انزل باللبن بتاعي ونبدأ بقى نقلب كويس جدا مع بعض ونعجن كويس جدا مع بعض تقريبا حوالي 7 8 دقايق كده حلوين عشان العجينة تبقى حلوة معايا. لو حسيت ان العجينة محتاجة تاخد لبن تاني ممكن معلقة او معلقتين لبن، كله طبعا على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. انا بدأت اعجن فيها كويس جدا. هسيب العجينة بتاعتي بقى تبدأ ترتاح، وضفت لها بقى معلقة زيت من على الوش كده. انا سبتها حوالي تقريبا ساعة عشان تخمر وترتاح كويس جدا عشان تبقى سهلة معايا في ان انا اشتغل بيها. احطها بقى في مكان دافي واسيبها ساعة. العجينة خلاص بتاعتي بدأت تخمر معايا كويس. هبدأ بقى ألمها كده، هعملها رول وابدأ أقطعها ونبدأ نكورها. بصوا لو حسيت ان في زيادة شوية باخد جزء من تحت من بعد ما بلم بالعجينة الكورة بتاعتي. كورت بقى العجينة بتاعتي، هحط عليها كيس كده وهسيبها ترتاح تقريبا برضو قبل ما اشتغل بيها. هسيبها ترتاح تقريبا حوالي 10 دقايق عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. هبدأ بقى ارش رشة دقيق من فوق ومن تحت كده ونبدأ نفرد العجينة بتاعتي. انا مش عايزاها تبقى سمكها رفيع قوي، يعني السمك بتاعها وسط. بصوا ده السمك اللي انا محتاجاه. هبدا افرد كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده. انا هفرد الكميه بتاعتي كلها وهبدا احطها على فوط مطبخ. مش هحطها في الصاج اللي انا هدخله الفرن، لا انا هحطها على فوطه مطبخ. هسيبها تقريبا حوالي نص ساعه تاني. بعد كده هبدا بقى احطهم في الصاجان بتاعه الفرن اللي انا هدخلها الفرن عشان اخبز. الخطوه دي مهمه جدا، ما ينفعش نحط العيش على الصاج اللي انا هدخله الفرن، لان ممكن يلزق العيش مني. انا هسيبه يرتاح شويه ويخمر تاني حوالي نص ساعه على الفوطه، وبعد كده هبدا ارجع تاني احطه تاني في الصاجان اللي انا هشتغل بيها. وفي الوقت ده انا مشغله الفرن تقريبا على درجه حراره 200. انا عايزه ادخل العيش بتاعي على درجه حراره تكون سخن. عايزه اقول لكم ما شاء الله هيبقى حلو قوي. وده كان شكله بعد ما خلص. شكله حلو قوي وطعمه يجنن. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوا الوصفه، ومستنيه تقولي رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير.